من اكتر الشخصيات اللي بتخنقني انا حرفيا، تمام، وليا تجارب معاها زفت، هو رفيق الدرب في السوبر جيت. يعني المشوار رغم ان هو مش بيبقى بعيد للدرجه، يعني مثلا 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، بس بتبقى رحله صعبه، وكل مره الواحد بيحلف انه مش عايز يركب سوبر جيت بس بيبقى مضطر، وخلاص تحس انه خلاص بقى ادمان يعني. فاكتر ما يميز رفيق الدرب في السوبر جيت ده ان هو من اول ما الاتوبيس يبدا يتحرك 100 متر، احنا لسه في نفس البلد ما اتحركناش، بيطلع الموبايل يطمن كل الناس اللي لسه حضنه ما بردش سلامات واحضان معاهم، ويبدا بقى احنا اتحركنا في السكه، ربنا يستعان، ويبدا بقى يحسسك ان هو اللي سايق، يعني هو اللي سايق، وهو اصلا بينام، يعني هو بيقفل معاهم التليفون ويروح في النوم، بيتكلم اللي في التليفون في مواضيع قتلت بحثا وانتوا هناك، يعني افتكرتها مثلا الشبكه كانت حلوه واحنا في الاتوبيس. يعني انا مالي انا بان حسام ابنك دورك في الجمعيه خلاص الاسم اللي جاي عشان تصب له بقى شقته عشان تفرح بيه عشان هو البكري، انا الف مبروك لحسام والله، بس دي مش قصتي انا، يعني انا ليه اسمعها؟ ليه تدخلني في خصوصياتك؟ من اكتر الحاجات اللي بتميزه انه بيكتشف انه عنده موبايل بكاميرا في الاتوبيس، يفضل بقى ايه، يصور صور بقى سيلفي بقى للذكرى الحلوه، وهي نفس الصور، وبعد كده صور شويه الطريق بقى اللي هي كلها الطريق بيبقى كله واحد اصلا، يعني هي صحراء، لو في ستات في الاتوبيس، تمام، احمد مظهر اللي جواه بيتحرك، وضحكات رشدي اباظه الشريره دي بتبدا تسمع بقى لحد اول كرسي عند الانسه اللي هناك. ف ويشغل لك بقى في اغاني مثلا لعبد الحليم، فيديوهات كانت بتضحك في سنه مثلا 2001، يبدا بقى هو يضحك عليه بصوت مفتعل. يعني انا متاكد ان الفيديوهات دي عندك على الموبايل من سنه 2003 مثلا، فانت بتضحك عليها هي في كل مشوار. وبعدين بقى يجي وقت النوم، ينام بقى، يا سلام يا سلام عليه لما بينام، هو بينام وبيبقى بص، يعني هو بيتحرك حركه تحس ان انت ايه، في رمال متحركه هي اللي بتجيبه عليه، لحد ما فجاه تلاقيه على سرتك بقى، على سرتك، يعني في مشهد نتفليكس نفسها تخجل انها تذيعه. وبعدين يصحى يتخض بقى بعد ما ايه، بعد ما جاب لك رباط صليبي، يصحى مخضوض ويقول لك انا اسف انا اسف، وبعدين ياخد نفس الدحرجه، تمام، ويبقى يريل ويميل ويشخر ويفخر وكل الاصوات اللي يسمعها. ويا سلام كمان لو حظك ان رفيق الدرب في السوبر جيت ده كان بيدخن، يا سيدي يرفع سيجاره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، تقريبا في السيجاره الاخيره في العلبه الاولى او الثانيه مش متذكر بالظبط، يبص لك كده ويتخض وكانك دم اللي لسه طالع من الكرسي، يقول لك انا اسف لو كنت بضايقك بالسجاير يعني. لا يا عم لا، بتضايقني ازاي بس يا راجل؟ ده انا عايش برقه واحده من ساعه ما قعدت جنبك، انا خلاص كده تمام، انا والله عايز ادفع معاك في علبه السجاير، لان انا حاسس ان التدخين السلبي اللي بدخله معاك ده فلوس حرام، تدخين يعني فلوس حرام، فاهم؟ انا عايز ادفع معاك، يعني انا حاسس ان انا عملت دماغ خلاص، يعني انا بقيت مدخن شره على ايدك. ويا بعد كده بقى يرجع يكلم، لو صحي من النوم يكلم نفس الشخص اللي كلمه في اول الاتوبيس، يقول له في اول ما سافرنا على طول، يقول له لا ده احنا خلاص، ده احنا لا ده احنا فين بقى، احنا اتحركنا من احنا عدينا الكيلو 24 دلوقتي في الكيلو 25. ده ايه ده؟ ده اللي هو ايه 25 و24 مش فاهم يعني. يا سلام كمان لو الحد ده انت حول بقى، مش رفيق الضرب اللي جنبك في السوبر جيت، لا اللي قدامك يا سيدي، بيفضل يرجع بالكرسي يرجع بالكرسي يرجع بالكرسي، تحس انه بيحضن، فاهم؟ في عايز بس سايس يظبط له الدنيا، وفجاه تلاقيه على حجرك. هو مش مؤمن بوجود حياه اخرى اخر الاتوبيس او ورا الاتوبيس ورا الكرسي، يعني هو مش مؤمن بوجود حياه اخرى ورا الكرسي خالص، تمام، لحد ما انت غالبا كده بتحس اللي هو انت عايز تقول له طب ادرج لك السوالف طيب، ولا احشي لك العصب، ولا اشيل لك ضرس العقل، بتبقى محتار، هو انت الحلاق بتاعه ولا دكتور الاسنان من الوضع اللي انت بقيت عايش فيه ده. فمن اكتر الحاجات والتجارب الصعبه اللي الواحد بيقضيها فعلا في يعني وشافها، هو رفيق الدرب في سوبر جيت، وبيتميز بيها المصري الاصيل بانه مفيش حد يقدر ينافسه في الصفات الجميله دي وفي التجربه اللي زي الزفت دي، واسف في اللفظ.